بكري الوالدين على قد وعيهم ربوا ولادهم بالخوف والضرب وبالتركيز على كلمة عيب، وكان همهم الأكبر أنهم يحافظوا على صورة معينة قدام المجتمع، وأنه الناس يقولوا وليدهم متربي ولو على حساب شخصيته ونفسيته. الأولاد بكري نادرا وين يشاوروهم والديهم في حاجة تعنيهم، خاصة إذا كانوا عمريا أقل من سن الرشد القانوني، وقراراتهم ما تتناقش أصلا. أقرأ في المدرسة هذه، دير الشعبة هذه، جيب المعدل الفلاني، ألبس هكا، روح من أروح من. ونادرا وين يدافعوا على أولادهم ولو كانوا مظلومين، ويسمعوا ديما للناس وما يسمعوا لهمش وما يأمنوهمش. هذا إذا حكوا لهم ولادهم أصلا كاش حاجة. فالغالب تلقاهم يعتمدوا الكتمان كطريقة تواصل نتيجة الخوف من العقاب، الضرب ولا الحرمان، ولا من حكم مسبق دون فهم. وهذا أنتج لنا جيل معمر عقد نفسية، فيه من اللي وعى بهذا الشيء وعالج نفسه ومضى في حياته، ومنهم اللي مازال حاصل فيها، وكل تصرف في حياته ما هو إلا ردة فعل على صدمة صارت له في صغره. والمشكل الكبير أنه بعض المتضررين من أسلوب التربية تاع بكري يخرجوا ويقولك احنا رباونا والدينا وخرجونا نساوي رجال، والخوف الأكبر أنه يروح يعاود يربي ولاده بنفس الطريقة اللي تربى بيها بناء على اعتقاده الخاطئ هذا. وحجته في كل نقاش هي بعض التصرفات السيئة لهذا الجيل اللي ركز عليها وحدها وتناسب لكي الناس متخلقين ومتربيين أحسن تربية مالقري من نفس الجيل. وهذا يدلنا باللي الخلل موش في الجيل هذا بالذات، موش في المجتمع بصفة عامة، بل هو خلل على مستوى أدق، خلل على مستوى الأفراد. وباش نعالجوه لازم نكونوا مركزين على بناء كل فرد، وهذا الشيء اللي تركز عليه التربية الحديثة. وبطبيعة الحال كاين نوعين من التربية الحديثة، كاين النموذج الغربي المستحدث حسب علم النفس، وكاين النموذج القديم اللي اعتزلناه واللي هو النموذج الإسلامي. النموذج الغربي انتشر مؤخرا بزاف، واللي يقوم على عدم الضرب وعلى احترام شخصية الأبناء وتقديرهم كما كانوا مش كما لازم يكونوا، وعلى التزام الحوار كطريقة تواصل ومحاولة فهم أسبابهم والتفاهم بدل تطبيق السلطة الأبوية المطلقة. ولو كان ننتبهوا شوي نلقاو معظم هذه الإرشادات والأساليب متواجدين في التربية الإسلامية اللي احنا تركناها وعوضناها بطرق تقليدية ما عادتش تنفع. الرسول عليه الصلاة والسلام جامي إلى ضرب صغير، وكان لطيف معاهم وحنين عليهم، وهذا ما يعنيش الرخف التام للأولاد ولا الدلال الزايد. التربية السليمة تتطلب حزم في الأوقات الجادة وشوي حرية وتفاهم في الوقت المناسب. ثاني، كي يغلط وليدك نبهه، وكي يدير عمل مليح ثاني أثني عليه، وهي هكا ماشية. والأهم كي تربيه احتكم لمقياس الله، حلال وحرام، ماشي مقياس الناس عيب ومش عيب. وما تخليش ولدك يحس بروحه غريب في داره بين أهله، لأنه طفل صغير إذا ما لقاش الحب والأمان في الدار اللي زاد فيها راح يكبر وهو ما يعرفش يحب نفسه وما يعرفش يستراح في مكان آخر. وفي الأخير ما تلومش والديك على كيفاه رباوك، لأنك كي تكبر تولي مسؤول على روحك وعلى تصرفاتك، وفات ووعيت لازم تولي تعاود تربي نفسك بنفسك. والحقيقة اللي لازم نعرفوها هي أنه الإنسان راح يبقى طول عمره يهذب في نفسه مهما كبر ومهما جرب ومهما عرف. وربي يصلح لكم الذرية ويصلح ذريتنا كامل، وصلى الله على محمد وسلم عليه تسليما.